فاحنا مش عايزين نقعد نقول بقى المنافس يقع والمنافس ما يقعش. طب ما ممكن المنافس يقع وانت تقع برضه، يبقى انت ما عملتش حاجه. يبقى انسب حل انزل، غل على سموحه، خد الثلاث نقاط، وبعد كده بقى اللي يحصل يحصل، ملناش دعوه بحد. ونرجو من الناس اصلا ما تتابعش الاحداث بتاعه الماتشين التانيين. احذفوا القنوات، جاز القنوات اللي هيبقى عليهم الماتشات التانيه احذفوهم، واقفلوا التليفونات والنت وكل اي اشعارات تيجي. ركز في ماتشك، ركز في ماتشك، تطلع بنتيجه ايجابيه. بعد كده بقى نشوف بقى مين اللي كسب ومين اللي خسر ومين اللي تعادل. ساعتها اصلا مش هيفرق معانا. انت لو كسبت ماتش سموحه يعني بنسبه، مش هنقول بنسبه 100%، لا بنسبه 85%، خلاص الموضوع ان شاء الله بتاعنا. بس لازم تكسب، لازم تكسب حتى عشان لو، يبقى اهم حاجه الثلاث نقاط. اللعيبه زي ما قلنا امبارح تنزل تعمل اقصى ما عندها. خلاص، ده اخر ماتش في الموسم، ده اخر ماتش هنقفل بيه، مالناش دعوه بقى الثلاث ماتشات التانيين. هو ده ماتش المكسب، هو ده نهائي الكاس. انزل، ما تخافش بقى من انذار ولا تخاف من وقف ولا اي حاجه، ما تشغلش بالك بالكلام ده. انزل يا باشا، هات الثلاث نقاط باي طريقه. وبعد كده بقى نشوف بقى مين اللي وقف ومين اللي ما وقفش ومين اللي خد انذار ومين اللي ما خدش ومين اللي اتعثر ومين اللي ما اتعثرش. بس فعلا اهم ثلاث نقاط في الموسم واهم